تعالي اقول لك ازاي تشيلي الزفاره من الفراخ وما يبقاش ليها وتستقبل التتبيله وطعمها يبقى تحفه. دي معايا حوالي فرخه الا ربع كده، هي حجمها كبير شويه يعني 2 كيلو و700 حاجه زي كده. انا عملت بصدر حاجه تانية. تمام كده. انت قطعي الفرخه التقطيع اللي تعجبك. انا هنا هعملها بحالها صحيحه وهقول لك على تجمعات الزفره بتبقى فيه. معاكي الرقبه، في زي دوالي كده في الرقبه لازم تشيل. ما فيش حاجه اسمها تخليها او تخلي الجلد كده. طبعا احنا بنشيل الحويصله بتاعت الفرخه والحته اللي بتبقى فيها الزور كده، دي بتشيليها. عايزه تشيلي الجلد خالص تمام. طب مش عايزه اشيله وعايزه احتفظ بيه واشويه مع الفرخه، هشيل اي تجمعات اهو. الحته التجمعات اللي جوه الزور دي تشيل بايدك بسكينه باي حاجه، دي تشيل. دي تجمعات بتعمل زفاره وبتعمل ريحه، طعم الفراخ بتغير، تبقى ريحتها مش مستحبه. حتى لو تبلتيها انا هنا هقول لك هننضفها ونشيل اماكن الزفاره في الفرخه اللي مهم تعرفيها كويس جدا. طبعا الفشه اللي عند الصدر دي انا شايلاها. تمام. هتقطعها التقطيعه اللي تعجبك. الفشه اللي تبقى عنده بين الزور في سلسله الظهر كده، شايفين تجمعات الزفاره فين في الورك؟ دي هتشيليها. هتشيلي اي حاجه فيها تجمعات، حاولي تشيليها بضوافرك، تشيليها. ممكن تلبسي كلافز عادي، انا بعمل اكل لبيتي واولادي عادي، انا مش بحب الكلافزات عندي بس ما بلبسهاش. حاولي تشيليها، ما تخليش اي تجمعات دمويه فيها. نظفيها من كل حاجه قبل ما تحطيها في محلول النقع. انا جايباها من فرارجي معروف ومنضفه لي، بس لازم تعيدي عليها ولازم تشيلي. شايفه اماكن الزفاره، الحته اللي ورا دي زلموكه الفرخه، والحته اللي حوالين الجلد ومخارج الفرخه دي لازم تشيل. تمام. اي بقى قيسي بقى الفراخ عليها اي طيور بط، اي حاجه لازم تنضفيها كده. بالذات الفراخ بتبقى فيها ريحه زفاره نظرا لان العلف اللي بياكلوه بيبقى زفر اصلا. تمام. اهي نضفي فيها يعني قبل ما تحطيها في محلول النقع. نضفي فيها. انا عارفه ان في بنوتات صغيره، طبعا في ستات بيوت بتعمل احسن مني، بس ممكن تكون في معلومه عندي او عندك انا مش عارفاها، عندي انت مش عارفاها، احنا بنتعلم من بعض. اهي نضفي اي حاجه فيها اي تجمعات دمويه، اي حاجه مش مستحبه. ساعات بيبقى في بعض الاكل البقايا على اللحمه وهم بييجوا يذبحوها، حاجه نزلت من الحويصله بتاعتها. تمام. ابداي بقى قطعي زي ما انت عايزه عشان التتبيله تدخل في حته الفرخه بتاعتك. شرحيها طالما هتعمليها زي كده حتت كبيره. احنا بنحب ان نخلي الربع بحاله. انت عايزه تعمليها صغيره تقدري بقى تشرحيها زي ما بشرحها كده. اولا محلول النقع هيخش فيها وينضفها ويطهر اي حاجه فيها ويبقى ريحتها حلوه، وتتبيله هيساعد ان التتبيله هتدخل فيها وكل حته في الفرخه تبقى حاجه. عندي الصدر ده بقى مش هينفع احطه بحاله لان مش هياخد سوى الوراك. هقول لك هنعمل فيه ايه. انا هشرحه اقسمه الاثنين وهديله تشريحات كده بحيث ان يشرب محلول النقع والتشريبه بتاعته. ولو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش متابعه ولايك بيفرحني، وتعليقاتكم الجميله تصلوا بيها على النبي اللهم بارك. بصي بقى شرحي الصدر وافرديه كده كويس واديله ايه تشريحات كده من عند الكتف بتاعه عشان النقع والتتبيله. هحط ايه في النقع هقول لك دلوقتي. انا كده غسلتها كويس وخلاص صفيتها. هحط بقى الميه، احط ملح، احط ليمون، احط سكر على حسب الكميه. الفرخه عليها معلقه ملح كبيره، نص معلقه سكر، اهو ليمون، اعصري ليمونه. تمام.